مرحبا واهلا وسهلا فيكم بالحلقه رقم 22 من برنامج عالج نفسك الرمضاني. اليوم رح نحكي عن موضوع شائع جدا منتشر جدا، بس الناس بعدها مش قادره تحط ايدها على الوجع وانها تعالجه، اللي هي نوبات الهلع. كثير من الناس بتوصلني بخصوص نوبات الهلع وبتسأل انا شو بدي اعمل، شو بدي اساوي، كيف بقدر اعالج الخوف اللي انا موجود فيه، القلق المستمر اللي انا موجود فيه. وهنا تعال نحكي شوي صغيرة عن نظرتي أنا بالموضوع، وبعدين نطرح سبل العلاج. الإنسان المودرن اللي عايش بهذا الزمن أغلبيتنا عايش بمستويات ستريس جدا عالي، فعنا النظرة أو الشبكة العصبية بتنبنى على إنه البني آدم يكون بحالة توتر وضغوطات مستمرة بغض النظر عن الأحداث الخارجية، لأن كله بيعتمد على الداخل. الجسم بصير يأدمن على هذا، صار في نوع من الإدمان على مشاعر القلق وهي الضغوطات، وبالتالي من بعد ما تنبنى وتتقوى هاي الشبكة العصبية الموجودة. تعالوا ناخدها بهيك بيد مثال. واحد يتعلم السواقة، لما بده يتعلم السواقة أول فترة بده يشتغل على نفسه بما فيه الكفاية لحتى جسمه يبدأ يتعلم وينتقل لدى التعلم من المنطقة الواعية للمنطقة اللاواعية. فبتصير بأول فترة ممكن تغلط، بدك تنتبه وين حاطط إيدك، وين بدك تكبس الكباسات، بدك تحط الإشارة، بدك تنتبه للشارع، بدك تطلع على المراية، في عندك مليون شغلة تعملها. من بعد ما تتقن عملية السواقة شو بيصير معك؟ أنت بتبطل في حاجة أصلا تنتبه على نفسك انه انت عم تعملها، لانك اوتوماتيكيا رح تصير بهذا المحل. شو معناته؟ الجسم كيف بيأدمن على معلومات معينه بغض النظر اذا كانت منيحه او مش منيحه، بامكانه انه يأدمن على مشاعر معينه لفتره جدا طويله من الزمن، وبالتالي بتصير في عنده نوع، حتى لو انك انت بتكاش بالمنطق، عارف انه بالمنطق انه انت مش لازم تخاف، عارف انه انت بالمنطق مش لازم انك تتوتر، عارف انه بالمنطق مليون شغله منطقيه، ولكنه لا يتلائم مع الاشي اللي صار مبرمج عليه بالجزء اللاواعي اللي إلك، وبالتالي بتصير تخاف من مواقف اللي انت ما كنت تخاف منها، بتصير تشتت وراسك وتركيزك يروح بمحلات اللي انت ما كنت بحياتك اصلا تتاثر بهيك امور. هذا بدل انه في برمجه معينه صارت موجوده وعميقه بمستوى معين بالدماغ وبالجسم، فبالتالي الجسم صار يشتغل عليها بشكل اوتوماتيكي، وبالتالي هي الناس بتصيبها نوبات هلع اللي من خلالها دقات قلب سريعه، بصير في رجه معينه، بكون نبضات قلب سريعه زي ما خبرتكم، بيكون في تعرق، في درجه حراره جدا قويه، الضغط ممكن يعلى بشكل جدا شديد، الخوف اللي بيمسك المسكه غير شكل، التنفس بيكون سريع، مليون عرض وكل بني ادم له اعراض مختلفه عن الناس التاني. ليش ممكن ينتج الجسم هيك مشاعر؟ زي ما قلنا بيكون في عملية إدمان أو عملية تراوما أو صدمة جدا قوية اللي خلقت هذا البني آدم إنه خلته يبني شبكة لمويه. عملية بناء الشبكات العصبية بيكون بحالتين، أو بعملية تكرار يومي أو بكثافة حسية جدا قوية. فإذا كان في صدمة زي حادث طرق اللي من خلاله أو في حدا هجم عليه اللي صار في كثافة حسية جدا قوية، وبالتالي شو البني آدم بده يعمل؟ هاي الشبكة العصبية بصير مبنية بشكل جدا عميق، وبالتالي إذا ما عرفش إنه يهضم الحدث، يحلل الأمور بطريقة اللي تساعده يستخلص منها الحكمة والدرس ويكمل حياته كالمعتاد، هاي الشبكة العصبية رح تضل موجودة هناك ورح تتحكم فيه، مش هو اللي يتحكم فيها. طيب شو بدنا نعمل ساعتها احنا على اساس انه نساعد هاي الناس تطلع من هذا الموال اللي هي موجودة فيه؟ حابة اقول لكم شغلة قبل ما احكي على قصة العلاج والاشي اللي حابة اذكركم اياته. زي ما في نوبات هلع، في نوبات فرح. فهمتوني؟ سمعتوني مزبوط؟ زي ما في نوبات هلع اللي الناس بتدور عليها وبتقول شو بدي اعمل، مش عارفه انا كيف بدي اتصرف، في نوبات فرح، في نوبات حب، في نوبات سعاده اللي بتصير البني ادم، وبيعتمد على نفس الترتيب.
يا حدث قوي اللي بنى شبكة عصبية جدا غنية اللي تتغذى من أحداث ومشاعر الفرح والسعادة والحب، أو دي يكون في عنا بشكل يومي البني آدم مرن نفسه كان بمشاعر مرتفعة مليانة بالحب يوم ورا التاني، وبالتالي خلق هاي النوبات الحلقة اللي بتصيبوا بين الفترة والتاني. فأنتوا شو بتفضلوا؟ هل بتفضلوا انكم تعانوا من نوبات الهلع، ولا بتفضلوا انكم تعيشوا وتستمتعوا بنوبات الحب؟ وعلى فكره هي وحده من الشغلات اللي مرات انا بتصيبني نوبه حب جدا قويه، اللي بالتالي بس اتصل بالناس اللي بحبهم، انتوا بتعرفوا انا بحبكم، انتوا بتعرفوا قديش مقدار الحب الموجود جواتي اتجاهكم، عشان تفهموا انه الشغله ممكن يكون في لها نقيضه، ولكن عليكم انكم تعلموا جسمكم والجهاز العصبي انه انت مش موجود بخطر، انت موجود بحاله سعاده. كيف رح نعمل هاي الشغلات؟ هسه بنحكيها. لما يكون في عنا نوبات هلع، في عنا اول شي حالتين. في ناس اللي هن خايفين على مدار الساعة لمدة شهر شهرين ثلاثة وهذا يعتبر مزمن، وفي ناس تاني اللي هن كمان عايشين قلق باليوم يوم، ولكن بتصيب بالنوبة مرة واحدة. هاي النوبة على المحل بتصير عندهم كل الأعراض تبعت الخوف اللي هن عايشينه، وبالتالي ممكن تحرم من الطلعة من البيت، بطلوا يطلعوا من البيت، بطلوا يسوقوا، بطلوا يحكوا مع أشخاص معينين، بطلوا يزاولوا حياتهم كأن انحشروا حالا بقفص معين، وبالتالي بطل فيهن الحياة لأنه الخوف تحكم فيهن، مش الحياة، مش إني تحكموا فيهم. أوكي؟ طيب شو رح نعمل إسا؟ إذا كانت الحال، إذا كان في نوبة إسا عنا نوبة، فبدنا نتعامل معها بطريقة مختلفة. إذا كنا بالحالة العادية اللي هي حالة التوتر اللي درجاتها محتملة، شو معناتها؟ إذا كان عنا الحالة الحادة النوبة إسا عم بتصير معنا، أول شيء بدنا نتعلم ناخد تنفس. أنا بعرف إنه رح يكون في عنا شوية صعوبة بهذا المحل، ولكن بده يكون في عنا عملية تنفس اللي من خلالها بتاخد نفس وبتطلع نفس. ممكن تستعينوا بالتنفس اللي عطيتكم اياه بالبث الاولاني اللي من خلاله اللي هو 4 7 8. ما بعتمد عليه لحاله لحتى ينزلكم مستويات النوبة اللي انتم موجودين فيها، ولكنه واحد من العوامل. العامل الثاني اللي بدكم تستعينوا فيه بشكل جدا قوي، لانه كل ساعه بدكم تشربوا الاعشاب اللي رح اذكر لكم اياها، اللي هي البابونج او البيسيفلورا او الفيسيفلورا، هدول التنتين مع بعض، او الفاليريان. كل ساعة تعملوا مخلوطة زي الشاي، قريب المعلقة معلقتين كجزء من الخلطة اللي انتوا عاملينها للشاي، وبتشربوها كل ساعة. شو معناتها كل ساعة؟ كل ساعة بدكم تشربوا كوباية شاي. وإذا كان في عندكم تنكتورة اللي هو مستخلص العشبي بيكون موجود بالسائل، بيكون في تركيزه أقوى وامتصاصه بيكون أسرع، ساعتها بدكم تاخدوا كل ساعة 10 ملي. انتبهوا، كل ساعة رح تاخدوا 10 سي سي أو 10 ملي لحتى تبلش نوبة الهلع إنها تبلش تتباطأ، والجهاز العصبي يبدأ يفهم إنه الأمور كلها بخير، الأمور تمام، الأمور طيبة، وتبدوا تصحوا من الفقاعة الخوف اللي انتم موجودين فيها. طيب إذا كان مزمن، إحنا بدنا شغلتين. في نوبات الهلع اللي بتصيبنا مرة واحدة، ولكن على مدار الساعة حتى لو فيش نوبة هلع بيكون في مشاعر خوف اللي مسكتنا، هذا يعتبر مزمن. شو بنعمل هناك؟ هنا بدنا نغذي الجهاز العصبي بأعشاب اللي بتساعده انه تعمل نوع من الغلاف. انا ذكرت اكثر من مرة، خاصة مع الاعشاب اللي بتحكي عن الاعشاب التكيفية، من ضمنها حكيت عن الويتانيا او الاشواغندا. اليوم رح اذكر كمان عشبة تاني اللي قوية جدا بهذا الجانب، اللي اسمها باكوبا. رح اذكر الاسم اللي الى الثاني باللغة العربية لحتى تكونوا عارفينها. الباكوبا كمان تعتبر من العائلة التكيفية اللي بتسند البني آدم، ولكن في له وظيفة جدا جميلة اللي تدعم كل الشبكة العصبية الموجودة بالدماغ، بتساعد الناس اللي عندهم نوبات هلع، بتساعد الناس اللي عندهم اكتئاب، بتساعد الناس اللي موجودين بستريس عادي، بتساعد الناس اللي عندهم فقدان ذاكرة. على فكرة الناس اللي بيكونوا خايفين جدا تركيزهم بيكون مأخوذ جدا للخوف، والشغلات بتخوفن حتى لو كانت تافهة لكل الناس،
وحتى لو كانت تافهة بالنسبة لإلن ولكنها بتخوفن بشكل لا واعي. فهو بيساعد على تهدئة الجهاز العصبي بشكل جدا جميل، مما يسمح لن إن يبدوا يطلعوا من هاي الفقاعة اللي موجودة فيها، وبدأ يسندن من أول وجديد. زي ما حكينا بخصوص الذاكرة، بخصوص الدماغ، هو مضاد للالتهابات، هو عشبة مرة جدا جدا جدا. بما إنه حكينا إنه عشبة مرة، يعني يكون هو تابع للعائلة المرة اللي من خلالها بتدعم الجهاز الهضمي، وبتزيد من إفرازات المرارة بالكبد، وبتساعد على هضم الطعام بطريقة مظبوطة. لأن الناس الموجودة بستريس بشكل مزمن هي ناس اللي عندها صعوبة بهضم الأكل، وهذا بدال انه راح يكون في عندنا نواقص غذائيه، نواقص بالفيتامينات والمعادن والاملاح الموجوده بجسمنا، لانه معدتنا مش عم تشتغل بشكل مظبوط. بمجرد ما احنا نقول لجسمنا اهدى 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 اهدى، راح تشوفوا انه مع الزمن، انتبهوا، احنا بنحكي بشكل مزمن، احنا مش عم نحكي بشكل حاد. وقت النوم حكينا شو يعني نعمل، اما وقت ما يكون في عندنا اللي بدنا نشتغل بشكل على شكل مزمن، او على الخوف باللي موجوده ومستمره بشكل يومي، بدكم تاخذوا بالاضافه للعلاج المباشر للنوبه نفسها، بدكم تاخذوا علاج اللي هو غير مباشر للحاله المزمنه اللي انتم موجودين فيها، لحتى تشوفوا مع الوقت تبدا تشتغلوا بحتى نوبات الخوف بتصير عندكم اخف واخف واخف، لحتى تبطل تتحكم فيكم، انتم اللي بتتحكموا فيها. في كثير فوائد الباكوبا، ولكن مش رح اذكرها فقط بالسياق اللي ذكرناه إسا، لو يتعلق بكل الشبكة الدماغية وبكل المسارات العقلية اللي بتمشي فيها، اللي بتحتاج شغل كوجنيتيفي جدا قوي. بمجرد ما تستعملوش لحالها، المفروض يكون الويتانيا او الاشواغندا تكون معاها، واعشاب تكيفية تاني اذا كان توافرت، وبالتالي بتساعدكم بشكل جدا كبير. العشب الثاني المهم جدا اللي بيصير بالنسبة إليه هي عنوان لعلاج نوبات الهلع وكل حالات التوتر. يعني أنا لما بيجيني شخص وبده علاج لنوبات الهلع، أول تركيبة اللي أنا بركبها اللي بتكون فيها عدة أعشاب، من ضمنها لازم يكون الليكوبوس الموجود معاها، لأنه الليكوبوس بيهدي كل خفقان القلب، بيشتغل على الغدة الدرقية، بيشتغل على كتير محاور، ولكنه بالأساس بيساعد على تهدئة كل الأعراض، وبيساعد البني آدم يفوت بحالة السكون والهدوء اللي احنا بدنا إياها. مع الوقت لما تقعدوا شهر شهرين ثلاثة، انتبهوا انتوا مع العلاج المباشر، وقت ما تكون النوبة مفروض تحسوا بتغييرات، هي لا جدال فيها، لهيك بناخدها بجرعات بتنعدي كبيرة نسبيا وقت النوبة. ولكن بالايامات العادية اذا كان في عندكم تركيبة اللي فيها الويتان الاشواغندا، وفيها كان باكوبا، وفيها كان الليكوبوس، وبامكانكم تفوتوا فيها الفيربينا او تفوتوا فيها الفاليريان اللي ذكرناها هذيك المرة، هدول الاربعة اذا كانوا بتركيبة واحدة رائعين جدا، لان راح يشتغلوا على الجهاز العصبي عندكم بشكل رائع جدا. لانه راح اقول لهم اهدوا اهدوا اهدوا، انتوا بخير، اطلعوا من فقاعة الخوف اللي انتوا موجودين فيها. وبالتالي مع الوقت، لانه بيشتغل على الجانب المزمن بالموضوع، على الجانب الطويل، على الامد اللي بعيد، عنطوه وقته اكتر لحتى تشوفوا النتائج الطيبة اللي انتوا بدكم اياها. لهنا انا انا بنوي انه هذا الفيديو يساعد كتير ناس اللي هي عم بتدور كيف تطلع من فقاعة الخوف اللي هي موجودة فيها، وصدقا تقدر تطلع منها، لانه الخوف هو فقط عبارة عن وهم، هو طاقة معينة اخترقت جهازنا العصبي بشكل او باخر زي ما ذكرناها بالبداية، وبالتالي هو المتحكم فينا، هو المتغذي على خوفنا الزيادة. احنا ما بدنا نسمح للخوف انه يتحكم فينا، لانه راح يحبسنا، راح نضلنا نكون محبوسين. انا ما بدي الناس تكون محبوسه بخوفها، انا بدي الناس تكون حره وحره جدا، وتمتلك الشجاعه والحب لحتى تقدر تتغلب على كل العقبات الموجوده جواتها. من هون للحلقه القادمه، اتمنى لكم يوم سعيد وصيام مليء بالحب والشجاعه. شكرا لكم.